البطاطا المشوية من احلى الوصفات اللي انا بحب اعملها. هحضرها معاكم النهاردة في 5 دقايق هتكون جاهزة، وهتجهزي منها اكبر كمية. بصي، سوى البطاطا الصغيرة زي الكبيرة، حاجة كده زبدة وجميلة جدا. وكمان لو البطاطا طلعت معاكي دلعة هقولك هتعملي فيها ايه، وتبقى معاكي حاجة كده مسكرة. ان شاء الله هتجربيها بنفس الطريقة دي وهتعجبك جدا جدا. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف الوصفة، ويا رب الطريقة تعجبكم. معايا طبعا النهاردة جبت كمية كبيرة كده من البطاطا، هي رخيصة جدا في السوق وجميلة جدا والعيال بيحبوها. هتغسليها كويس جدا تحت الحنفية وحطيها كلها على بعضها كده في الصينية. هاتي بقى هنا بقى كوباية الا ربع من المية، ضيفي عليها معلقتين كبار هرميين من السكر، اللي هو السكر حبيبات العادي خالص بتاعنا، وقلبيهم كويس جدا لغاية السكر لما يدوب معاكي تماما. ابداي بقى بالمعلقة ورشرشي كده على البطاطا. الرشاشة دي هتخلي البطاطا معاكي مسكرة كده وجميلة جدا بعد التسوية. اهو زي ما انت شايفاني كده برشرش. خلاص كده تمام. هجيب بقى ورق زبدة واروح جايه مغطياها كده من فوق، وبعد كده احط فوقها كمان ورق ألمونيا واغطيها كويس جدا عشان عايزه البخار يتكتم وما يطلعش من الصينيه خالص، ان البخار ده هو اللي هيسوي لنا البطاطا في 5 دقايق وتكون جاهزه معاكي. قفلي كده كويس جدا من الجناب. تمام. دلوقتي بقى لو حابه تسويها على عين البوتاجاز حطيها على نار هاديه تماما، وكل شويه ضيري فيها. حابه تحطيها في الفرن زي ما انا هعمل كده وتريحي دماغك، تمام. انا حطيتها كنت مشغله الفرن من تحت بس، وكنت مسخناه جدا قبليها، وحطيتها في الرف الوسطاني وسبتها لمدة 5 دقايق بس، وكانت البطاطا معانا مستوية وزي الزبدة زي ما انت شايفاها كده. بصي، بحط كده المعلقة فيها بشوفها استوت ولا لأ، لقيتها ما شاء الله زي الفل. حبيت بقى اعمل خطوة كده كمان عشان تبقى معانا مشوية. عملت ايه؟ شلت من على وشها الورق خلاص، حطيتها بقى في الفرن تاني وسبتها 5 دقايق بس تاني تاخد بس شوية كده وتنشف شوية كده في الفرن، وتبقى جميلة جدا زي ما انت شايفاها كده. ابداي بقى قدميها بقى والف هنا وشفا. ما شاء الله البطاطا اللي هي الرفيعة نفس سوى البطاطا التخينة، الاتنين زي بعض طرية وزبدة، وبجد تحفة يا جماعة. احلى طريقة انا جربتها، ان شاء الله هتجربوها بنفس الطريقة دي. جميلة جدا مسكرة وحلوة قوي، والعيال بصراحة كانت عاجباهم جدا وكانوا هيتجننوا عليها. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم. جزاكم الله كل خير حسن استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان شاء الله تجربوها وتعملوها احسن مني كمان.